زي النهارده في 4 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول لك. في اليوم الرابع من شهر رمضان عقد اول سريه لحمزه بن عبد المطلب واستعاده انطاكيا من الصليبيين وصدور دستور 1923 وعزل الزعيم المصري احمد عرابي ومولد الزعيم مصطفى كامل. في الرابع من رمضان عام 1874 ميلادية ولد الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل. لمس فيه والده الضابط بالجيش المصري النبوغ وحب الوطن منذ الصغر. الخديوي توفيق يعزل عرابي. في اليوم الرابع من رمضان قرر عزل القائد العسكري المصري أحمد عرابي، حيث أرسل الخديوي إلى أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية لمواجهة الإنجليز، وحمله تبعيات ضرب الإنجليز للإسكندرية في الوقت ده، وأمر بالمثول لديه في قصر رأس التين ليتلقى منه تعليماته. وفي الرابع من شهر رمضان الكريم في 600 هجرية انتصر الظاهر بيبرس على الفرنجة في أنطاكيا وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكة في مصر بعد مقتل قطز، ثم زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكيا الواقعة تحت سيطرة الصليبيين لمدة 75 عام، ففرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون بداخلها. حدث في 4 رمضان اجتماع أهل قرطبة لاختيار خليفة. في عام 414 هجرية عام 1023 ميلادية اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم بعد أن تخلصوا من حكم وتسلط البربر وزعيمهم القاسم بن حمود، بعد أن ظلت قرطبة بدون حاكم لمدة 3 أسابيع، واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموي خليفة عليهم. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. سلام.